مساء الفل يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة من كلام جمهور على ماتش مانشستر سيتي وانتر ميلان، الماتش اللي هايل جدا 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 على طبعا قناة طول الكورة في شوال. فقبل ما نبدأ متنساش لايك وتفعل زر الجرس تحت الوصف، كل ما توصل القناة بتاعتنا اما هتلاقيها في الروابط. ويلا بينا ندخل على الماتش السخن جدا النهارده. طيب نبدا كده على طول في الماتش. تقول لي ماتش سخن من ايه كده من البدايه؟ اقول لك الماتش النهارده لو انت ما بتشجعش الفرقتين الماتش هايل جدا جدا جدا. ماتش بصراحه انا استمتعت بيه جدا عن مثلا ماتش مانشستر يونايتد اللي خلص 7-0. تقول لي يعني ايه وازاي؟ وفي ناس هتقول المدى المتوقع انت بتلعبوا بارنلز ليج ولا كان ايه تقريبا حاجه زي كده. فلا، الماتش النهارده يا جماعه كان هايل جدا جدا جدا. اولا بس كده قبل ما ندخل في اي حاجه، رساله لكابتن مروان سري. كابتن مروان سري في قائمه اوسخ واحسن تيشيرتات. يا كابتن فين تيشيرت مانشستر سيتي دي؟ بجد يا تيشيرت مانشستر سيتي انا اول ما شفتها قلت ايه ده؟ هم لابسين بيضه؟ ما تفهمش ايه اللي حطوه في كلور ولا ايه اللي حصل. ما تفهمش، حته صفرة من هنا تحس ان هم كانوا بيلعبوا في الطين، ومن ورا تحس معرفش البتاعه الزرقاء دي جايه كده ومش عارف عاملها ازاي، عك وقرف ومش عارف. تحس ان كانت في واحده بتعمل اكل والاكل دلدع على التيشيرت يلا انزلوا العبوا بيه. غريبه جدا. وتيشيرت انتر يا كابتن مروان هايله جدا، انا عجبتني فشخ بجد. يعني انا عجبتني جدا النهارده التيشيرت. فانت انا عارف ان انت بتقول ان دي اذواق وكده، ولكن انا اسف انا مختلف معاك جدا في حته ان السيتي انت ما حطيتهاش دي ولا ذكرتها بصراحه. فكان لازم ان انا اتكلم بصراحه عن الحته دي، ان التيشيرت النهارده كان يقرف بصراحه. يعني كان يا ساتر يا رب على التيشيرت يعني. فدي حاجه كنت عايز اكلمكم فيها. وحاجه تانية عايز اكلمكم فيها، خلي بالكم من الفانتسي بقى يا جماعه، لان الماتش بتاع النهارده في كلام كتير هنتكلم عن الفانتسي. تعالوا بس الاول نقول لكم كده التشكيله عندك ادرسون في حراسه المرمى، قدامه 3، اكانجي، دياز، جفارديول، قدامه لويس ريكو لويس، والرودري قدامهم 4 وهم سافيو، برناردو سيلفا، دي بروين وجريليتش، وقدامهم مهاجم هو هالاند. عملوا النهارده 3 تبديلات، طلعوا سافيو ونزلوا فودن، طلعوا برناردو ونزلوا دوكو، طلعوا دي بروين ونزلوا جوندوجان. نيجي لانتر ميلان بيلعبوا بسومر، عندهم بيسك اتشيربي وباستوني، عندهم قدامهم 2 دارميان واوكوستو، عندهم برضو كمان باريلا، تشالانوجلو، زيلينسكي قدامهم 2 مهاجمين، مهدي تارمي وتورام اللي هنيجي في كلام كتير قوي عنه. النهارده عملوا برضو كذا تبديله، نزلوا دوم فرايز مكان دارميان، نزلوا بافارد مكان بيسك، طلعوا زيلينسكي ونزلوا مختاريان، طلعوا تشالانوجلو ونزلوا فراتيسي، طلعوا تورام ونزلوا مارتينيز. نتكلم على الفانسي. خلي بالك بقى في الفانسي لان في كلام كتير. هو المؤكد دياز، جوفارديول بشكل كبير الاثنين ممكن ما يلعبوش الماتش اللي جاي، او هو واكانجي حد من الثلاثه مش هيلعب. فاكانجي مش عند ناس كتير قوي، احنا بنتكلمكم في الاسعارهم غاليه اللي هو دياز وجفارديول بنسبه كبيره مش هيلعبوا. ريكو لويس اللي واخد ريسك عليه برضه بنسبه كبيره ريكو لويس مش هيلعب، لان النهارده وقدم ماتش هايل جدا. ما طلعوش، ما نزلش ووكر، فبنسبه 99% هو هيلعب ووكر الماتش اللي جاي في الدوري. بالنسبه لجاك جريليتش ما اعتقدش ان هو هيلعب في الماتش اللي جاي. برناردو سيلفا، انا واحد عندي برناردو سيلفا ومقلق جدا جدا لان انا عندي على الدكه واحد زي روبنسون وواحد زي اريجبونام. فلا مش عارف، ممكن اروح اجيب ماكنيل لان انا عايز اجيبه اساسا. فبرناردو بنسبه كبيره ممكن ما يلعبش. سافيو هكذا اللي قدم ماتش النهارده مش كويس قوي، هنجيله في الكلام. ولكن بنسبه كبيره اللي هيلعبوا هم فودن. خلي بالك برضو دي بروين ممكن يكون مصاب، ولكن اعتقد لا مش مصاب وهيلعب عادي ماتش ارسنال. هو بس كان بالنسبه له لا، دلوقتي ماتش ارسنال اهم بكتير عشان لو كسبناه فرق خلاص 8 نقط، فكل سنه وانت طيب يعني. فبنسبه كبيره زي ما قلت لك ريكو لويس ممكن ما يلعبش، برناردو سيلفا مش هيلعب، وبنسبه كبيره فودن هنلاقيه بادئ الماتش دي بنسبه كبيره جدا سواء هو او كايل ووكر. فبنسبه كبيره هنلاقيهم بادئين الماتش الجاي. تعالى كده بقى ندخل على طول نتكلم على الماتش النهارده. اول حاجه عايز اكلمكم فيها وهو يا جماعه ان الفرقتين
يخرب بيت الطلوع بالكوره بجد بجد بجد. لو انت زي ما بقول لك، عشان كده قلت لك في الاول، لو انت ما بتشجعش الفرقتين انت هتتمزج. انا كنت قاعد ولا لي دعوه بام الماتش، مانشستر سيتي مش مهم، انتر مش مهم قوي. النهارده الطلوع بالكوره يا جماعه مش بجد مش طبيعي. ولان انا شخصيا انا شايف بقى مانشستر رايح عايزه تعمل كده، والعك اللي انا بشوف مانشستر مره واحده انت جبت، يعني واحد مثلا كان بيتفرج على فاركو وغزل المحله وديته يتفرج على مانشستر سيتي والانتر. فلا لا لا ايه ده؟ ايه يا جماعه الطلوع بالكره السهل والسلس يعني ايه ده؟ ايه الجمال ده والحلاوه اللي هو تحس تشك ترك هوب لك، تحس ان لا دي نغمه موسيقيه. لا يعني لو قعدت اتحاكى بصراحه عن النهارده، كميه باصات في الماتش ده على ما اعتقد بشكل كبير جدا، كميه باصات كبيره جدا النهارده، لان الفرقتين بيطلعوا بالكوره، الفرقتين مش اللي هو يلا واحده قدام طايره، لا. فانا الماتش عجبني في كده جدا، وكانت حاجه لازم اتكلم عليها. حاجه تانية كده عن في الشوط الاول، احنا كنا بنتكلم عن الشوط الاول، وهو حتى في الشوط الثاني برده كان الطلوع بالكوره حلو يعني، بس انا بكلمك بقى اللي احنا هنبدا نكلمك فيه ده. كان الشوط الاول دفاع مانشستر سيتي هايل جدا، واقف على خط واحد، كذا كوره اوف سايد لنادي انتر ميلان كان هيروحوا بيها بهجمه. كان في هجمات، ولكن لا كانوا بيفسدوا هجمات كتيره جدا، خصوصا في الشوط الاول 3-4 كور ورا بعض كانوا اوف سايد. فشيء هايل جدا لنادي مانشستر سيتي برضو في الدفاع النهارده في الشوط الاول. حاجه تانية طبعا كره سافيو في الدقيقه 24 اللي ضيعها بشكل مش مفهوم. النهارده سافيو اللي عامل ماتش سيء جدا جدا جدا، ما تفهمش ايه اللي عامله سافيو النهارده في الماتش. فزي ما بقول لك كرة وحشه جدا كان شكلها. وطبعا في كرة تصدي جفارديول اللي في الدقيقة 26، كرة سافيو دي في الدقيقة 24 اللي جون 100%. كرة جفارديول دي اللي هو شالها هدف 100% جون، وشالها بشكل هايل جدا جدا، سواء هي او حتى الضربة الركنية اللي جت وراها اللي شالها برضو. فهم كورتين هايلين جدا لجفارديول النهارده في الماتش. هالاند طبعا، هالاند اللي هي الكرة اللي كانت جنب العارضة دي، مش اللي هو ايه ده، دي ناقص تبوس العارضة وتطلع بره. النهارده برضو في كور كده اللي هو ايه الكور اللي بتضيع دي، كور هالاند دي الكرة اللي دايما بنشوفها في كذا ماتش، شفناها في ماتش ايفرتون، شفناها في كذا ماتش. الكرة دي بتدخل جول من السنة اللي فاتت، النهارده تروح هي بنفس الهدوء بنفس التيكي تاكا اللي رايحه للجون، ولكن المره دي خيشت منه سنه. ولكن ملناش دعوه. في طبعا شوطه هايله طبعا اللي هي كانت سوري الشوط الاول بقى، سوري احنا كده خلاص ما كانش فيه اي حاجه. الشوط دي كانت في الشوط الثاني. الشوط الاول برضو اداء هايل جدا جدا من خط نص بتاع انتر ميلان بشكل غير طبيعي. النهارده خط النص بتاع الانتر قدم ماتش هايل جدا جدا، وخصوصا زيلينسكي اللي قدم ماتش هايل جدا. بس النهارده بصراحه في خط النص الثلاثه، ولكن زيلينسكي هو الاكثر فيهم، سواء باريلا او اللي كان شالانوجلو، لا قدموا خط النص النهارده هايل. حتى لما مختاريان نزل برضو قدموا خط النص هايل. اداء سيء جدا 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 في هجوم انتر ميلان، سواء في الماتش كله او في الشوط الاول كمان، خصوصا لان الشوط الاول كميه هجمات مرتده راحت لهم وبطء. يعني النهارده ماركوس تورام انا ما اعرفش ايه اللي حصل له، الواد اتقلب قلبه. انا مش فاهم، مش ده يا جماعه ماركوس تورام بتاع السنه اللي فاتت؟ فين السرعه؟ فين مهدي ترمي؟ انا ما اقدرش ان انا الوم، واللاعب عنده 34 سنه وجايبينه هو بوكس تو بوكس، اللي هو ديب بالراس بالرجل. انا بص قدام المرمى ماليش بقى في الايه، في الجري والكلام ده. ولكن ماركوس تورام انت ما ده اللي كنت بتعمله السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان ماركوس تورام، يعني انا قلت الماتش ده بس انا مستني الهجمات المرتده بتاعت ماركوس تورام. ولكن ايه اللي حصل النهارده؟ ماركوس تورام بيجي له لاج في كل هجمه مرتده، ما تفهمش ليه. يعني حتى في الاول قلت ايه ده، هو مصاب ولا في ايه؟ ولكن لا، لقيته كمل. فهو مش مصاب، طب امال هو بيعمل كده ليه؟ مش عارف. وبرده اداء سيء جدا من سافيو، سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، اللي بيحنكش كان النهارده في الماتش كتير جدا ولا واحده جت صح، وده قرر ان هو الشوط الثاني انه يطلعه.
وزي ما بقول لك اداء هايل للسيتي في الشوط الاول كهجوم، لا كان بيهاجموا بشكل رائع جدا جدا، وكانوا قريبين زي ما قلت لك بالجون في كذا كوره، سواء كوره سافيو او كوره هالاند اللي راحت زي ما بقول لك. فكانوا الشوط الاول هايل جدا. ندخل على طول على الشوط الثاني، واللي من البدايه كده زي ما بقول لك ما اعرفش اصابه ولا لا، ولكن ممكن بشكل 50% اصابه دي بروين دي لسه مش عارفينها، ولكن اعتقد هو طلعه زي ما بقول لك عشان ماتش ارسنال. في طبعا زي ما بقول لك ماركوس تورام اداء سيء جدا جدا سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، وده نتج عنه طبعا زي ما قلت لك ان هو طلعه. ولكن قبل ما يطلعه بقى في كرة دارميان، كرة دارميان اللي بالكعب اللي في الدقيقة 52. انت بتعمل ايه ولا بتنيل ايه ولا بتهبل ايه ولا انت مستني ايه؟ انت قدام الجول، قدام ايه الكرة اللي بالكعب؟ معرفش، كرة غريبة جدا 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 بصراحة. نفس برضو الكرة حصلت مع مانشستر سيتي، ولكن هنجيلها في الكلام دلوقتي عشان في ايه الشوط الثاني كان في حاجات كتير. فانت عملت ايه؟ الكرة كانت في اول الشوط كنت هتجيب جول كان هيريحك جدا. النهارده يعملها بالكعب اليمين في وسط اصلا ان في اتنين في الهجوم مش فايقين، او خصوصا ماركوس تورام لان هو كان رايح من ناحيه ماركوس تورام. فخلص دارميان، وغريبه جدا ان هو بدا دارميان. يا جماعه دارميان ده كان في مانشستر يونايتد بيضربه بالشباشب والله العظيم، يعني كان لاعب اللي هو ينحل ابو كده. لا دلوقتي قعد لك دمفرايز وبافارد عشان بيلعب دارميان. فهي يعني سبحان الله هي قرف، ولكن ماشي يعني مالناش دعوه. زي ما بقول لك بقى كان في تبديل هايل جدا، والحمد لله ان هو طلع ماركوس تورام نزل مكانه مارتينيز. ولكن التبديله الوحشه اللي ما عجبتنيش وما فهمتهاش ليه، طلع زيلينسكي ونزل مين كان مكان زيلينسكي؟ نزل مختريان. ليه؟ مش فاهمها قوي يعني. كنت هفهم لو مكان تشالانوجلو، الاثنين كبار في السن ماشي، ولكن زيلينسكي لا كان عامل ماتش هايل جدا، كان بيودي ناس بصراحه بكور هايله. كان اعتقد هيفيد لوتارو مارتينيز بشكل هايل جدا. ثواني نشرب عشان انا خلاص عطشان مش قادر. فماشي نكمل. فزي ما بقول لك برده في كوره مانشستر سيتي اللي بالكعب اللي في الدقيقه 69، هي نفس الكوره برده ما تفهمش عملوا فيها ايه. هي اللي كانت في الدقيقه 52 لانتر ميلان هتلاقيها في الدقيقه 69 لمانشستر سيتي، والاثنين ما تفهمش هما كانوا بيعملوا ايه. ولكن مانشستر سيتي كانت هايله جدا بجد، يعني راحوا بالكوره بشكل رائع جدا جدا جدا. تكت لك ثلاثه هوب لقيناهم في منطقه الجزاء، ولكن هما كانوا بعاد يعني الكوره ملهاش علاقه ببعض ولكن نفس الكعب بنفس الهبل اللي حصل. ولكن دارميان طبعا اعلى بكتير لان دارميان قدام الجون. فمانشستر سيتي لا هما كانوا بعاد يعني شويه عن المرمى، مش هيقدر يشوط لان في الدفاع كله واقف مترصص تقريبا. فكانت هجمه برده هايله لنادي مانشستر سيتي. طبعا زي ما قلت لك في طبعا ماتش رائع النهارده لجاك جريليتش. سافيو قدم ماتش وحش جدا، ولكن جاك جريليتش قدم ماتش هايل جدا جدا، وعشان كده خلاه لحد اخر الماتش بيلعب جوارديولا. فاداء رائع من جاك جريليتش. في طبعا كره مختريان التسديده او مش التسديده يعني كانت يعتبر لكنها ركله جزاء، طيها بره خالص بشكل غريب جدا في الدقيقه 75. النهارده زي ما بقول لك انتر ميلان ضيعت فرص كتير جدا وبشكل غريب جدا جدا. عندك كره مختريان دي اللي هي انت في بق الجون، يعني حرفيا اللي هو خلاص اي حاجه هتعملها هتيجي جون، ولكن طلعها عاليه جدا بشكل غير طبيعي. في كمان تسديده زي ما بقول لك جوفارديول في الدقيقه 79، تسديده كانت هايله جدا جدا بصراحه، والسومر شالها بشكل اكتر من رائع. في كمان كانت هجمتين مرتده ليه نادي انتر ميلان. زي ما بقول لك الهجمات المرتده لانتر ميلان النهارده هي سيئه جدا جدا جدا، مع ان المفروض ان اصلا كانت بتبقى هجمات مرتده هي كانت تبقى هايله جدا، ولكن بطء زي ما بقول لك في هجوم انتر النهارده ده اللي خلاهم ان هم ما يقدروش يجيبوا اي جوان. لان لو كان اي حد سريع بس شويه في الهجوم كنت عادي جدا ممكن تلاقي ان الشوط الاول طلع 1-0 وجون تاني في الشوط الثاني عادي جدا، ولكن كان بطء بصراحه شديد جدا النهارده في هجوم انتر ميلان. في برضه في اخر الماتش اللي هم يعني هجوم ناري بقى كان مانشستر سيتي. طبعا نتجت عنهم كره
جوندوجان اللي في الدقيقة 86 تقريبا، والكرة اللي في آخر الماتش اللي بيضيعهم بغرابة شديدة جدا جدا جدا، اللي من وانا شايف أصلا جوندوجان من أول ماتش مع مانشستر سيتي، لا يا جماعة مش ده جوندوجان اللي كان مع مانشستر سيتي. خلاص انت طلعت رحت المنظومة تانية، صعب ان انت تتأقلم على نفس المنظومة تاني لما ترجع لها، خصوصا ان انت بتكبر في السن وكل ده. فلا انت اللي احنا عارفينه من جوندوجان، لو جوندوجان كان لسه قاعد في مانشستر سيتي او كان جات له حتى السنه اللي فاتت دي، كانوا جولين 100%. النهارده حتى جوارديولا سوري بيقول له اهي اهي، هو الراجل قاعد على الدكه بيقول له اهي يا عم سهله دي خلاص جون يعني بتاعتك. وشفناها كتير جدا من جوندوجان في السنين اللي فاتت لما كان مع مانشستر سيتي. فزي ما بقول لك كورتين برضو كانوا سيئين الحظ فيهم جدا بصراحه بتوع جوندوجان. كده تقريبا احنا خلصنا الماتش، لكن كلامنا على الماتش مش بنحلل قوي عشان كده بنخلينه اسمه كلام جمهور. ونكون جينا يا رب لنهايه الحلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تفعلوا زر الجرس تحت في الوصف كل ما اوصل القناه بتاعتنا. زي ما بقول لك يا اما هتلاقيها في الروابط، لان تحت لما بحط الروابط ما بتبقاش شغاله. فنشوفكم فيديو جديد على خير، يا رب يكون يومكم سعيد، واستنونا في ماتش مانشستر يونايتد اللي جاي، ويلا سلام.